شيخ أحمد، حضرتك ذكرت الآن لمن يريد أن يحفظ القرآن، قلنا أول حاجة أعطي القرآن، ثمين وقتك يعطيك. طيب الصحبة الصالحة رقم 3. ماشي. طبعا قبل الأولانية والتانية طبعا لازم الإخلاص، النية لله. وبعدين تستحضر نوايا أنت تحفظ القرآن عشان تظل قريبا من الله، لأن على قدر قربك من القرآن على قدر قربك من الله. إن أنا أكون قريب من الله، إن أنا أخذ حسنات بعدد الأحرف وأضرب في 10، إن أنا أنصر دين الله، إن أنا أحمل هذا الكلام الذي حفظه الله. وربنا بيحفظ الكلام ده إزاي؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إزاي؟ بالناس اللي يحفظوه. مش كل حاجة لها أسباب. وربنا يحفظه إزاي؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فربنا يحفظ بك القرآن. دي تكون نية من النوايا عندك، إن ربنا يحفظ بك القرآن في جيل من الأجيال، في حقبة من الزمان، تبقى أنت من ضمن اللي ربنا حفظ بهم كلامه سبحانه وتعالى. يبقى نوايا كتير جدا جدا. إنك تصلي بالناس إمام، تسمع الناس القرآن صح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنصلي إمام مش عشان عايزين نبقى نعمل رؤية على الناس، لا، عشان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك حتى في أشد مرضه صلى الله عليه وسلم. وهذه من النوايا المحمودة في الإمامة، أن تصلي بالناس إماما وتحافظ على ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فأنت استجمع هذه النوايا، حط عليها نوايا كتير من هنا لبكرة، بس تكون النية خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى.